كاين مرة تقول لك درت بزاف محاولات وما طحتش اونسانت، وكاين مرة واحدة اخرى تقول لك نهار حبيت نطيح اونسانت خطرة واحدة صدقت لي. واش الفرق بين المرأة الاولى والمرأة الثانية؟ الفرق انه المرأة الاولى العلاقات تاعها تكون بطريقة عشوائية، اما المرأة الثانية العلاقة تاعها طاحت في يوم الاباضة ولا في ايام اللي تكون فيها نسبة الحصول على الحمل اكبر. دونك سيداتي، اذا كنتي حابه تولي ام ولا حبيتي ديري حمل، لازم تعرفي باللي افضل فتره لممارسه العلاقه من اجل الحصول على الحمل هي الفتره تاع الاباضه، يعني 3 ايام قبل يوم الاباضه ولا يوم الاباضه بالذات. دونك خصك تعرفي ومن الضروري تتعلمي تحسبي يوم الاباضه، لان معرفه يوم الاباضه يساعدك بزاف ويزيد الفرصه تاعك باش ديري الحمل. كيفاش تحسبي يوم الاباضه؟ اولا لازم تعرفي الدوره تاعك الشهريه شحال المده تاعها. رايحه نعطي لكم الطريقه هذه تنفع كي تكون الدوره الشهريه تاع المراه منتظمه. ما يهمش اذا كانت الدوره عاديه يعني 28 يوم ولا الدوره قصيره اقل من 28 يوم ولا الدوره كبيره تقدر تلحق حتى ل 35 يوم. مبدا الحساب هو واحد. اولا الدوره الشهريه نبداو نحسبوها اليوم الاول تاع العاده الشهريه يعتبر اول يوم للدوره الشهريه، واخر يوم تاع الدوره الشهريه هو كي تقولي بلي غدوه يعاودوا يجوني لي غاكل، هذاك هو اخر يوم تاع الدوره الشهريه، يعني يوم قبل قدوم دوره اخرى. باش تحسبي يوم الاباضه مثلا نحكموا المثال، اذا كان عندك الدوره الشهريه تاعك مدتها 28 يوم، الحساب تاع 28 يوم باش تعرفي وقتاش تصرى الاباضه لازم تكوني ديجا تعرفي المده تاع الدوره تاعك. مثلا اذا كانت السيده الدوره الشهريه تاعها تحكم 28 يوم، حاب يقول كل 28 يوم يعاودوا يجوها لي غاكل، كل 28 يوم تعاود تجيها العاده الشهريه. نحسبوا مثلا اذا كان اول جانفي كان اول يوم لقدوم الدوره الشهريه، حاب يقول نهار 29 يوم رايح تجيها دوره اخرى، نهار 29 جانفي تعاود تجيها دوره اخرى. باش تعرفي وقتاش نهار تاع الاباضه تاعك تحسبي من نهار 29 تنقصي 14 يوم. نهار 29 ما نحسبوش، نولوا للور نولوا من 28، ديري 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16